حبايب قلبي الجمال، مساء الخير مساء الجمال. وبنقول أهل ربعة العدوية كل سنة وانتوا طيبين. في ذكرى ربعة يا جماعة، عارفين احنا ميدان ربعة والحركة بتاعت ميدان ربعة هم عاملين لها ذكرى كل سنة. السنة دي بقى الجديد بتاعهم انهم عاملين فيلم جميل وثائقي كده جميل بيشرحوا فيه المظلومية اللي هم فيها. خدوا بالكم بس من الكلام ده، احنا عايزين نشوفهم هم ماشيين على انهي نهج احفاد القردة والخنازير. عقبال ما عملوا دولة قعدوا في مظلومية للدول العالم كلها سنين طويلة. وهتلر عمل فينا وسوى فينا وعمل محارق ومعرفش مين عمل ومين سوى، قعدوا زرعوا ان هم غلابة وهم يعني مجني عليهم لحد ما بنوا الدولة. بعد ما بنوا الدولة عملوا ايه؟ زي ما احنا شايفين كده، عايزين يستولوا على الدول اللي جنبهم كلهم. هي دي جماعة ليبراس، نفس النهج من سنة 28 وحتى الآن وهم في مظلومية. يطلعوا من زعيم يخشوا لزعيم، يطلعوا من الملك يخشوا لزعيم، يعني هم في المظلومية دي على طول، مش هنخلص منها أبدا المظلومية دي. يعني هم شوية المظاليم دول، القلة دول مش هنخلص منهم أبدا. نفسي أفهم بس يعني ما احنا عايزين نفهم يعني المظلومية دي هتخلصوا منها امتى أيها الإبراس؟ نفسي نفهم. برضو بنقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وبطلوا بقى، ابعدوا عن المظلومية وابعدوا عن الحكاية دي بقى. ما تاخدوش نهج طيب الأحفاد القردة والخنازير، اعملوا نهج ليكوا انتوا، اتعلموا، مش اللي اتزرع فيكوا هو اللي بتعملوه، اتعلموا انتوا حاجة. لا إله إلا الله، لا إله إلا كل الناس تقول لهم كل سنة وانتم طيبين، ده هي لا تعودكم ولا ترجعكم.